احفظ الله يحفظ. حفظ الله للعبيد بدأ بالأنبياء والرسل. حفظ الله الأنبياء والرسل، حفظهم وهم في قعر البحر في بطن حوت، أخرجهم من ذلك، رعاهم وكلأهم، لأنهم حفظوا الله في الرخاء فحفظهم في الشدة. لما دخل يونس عليه السلام بطن الحوت ودعا، قالت الملائكة صوت مألوف من بلاد غريبة، صوت مألوف ولكن من بلاد غريبة. قال الله ألا تعرفونه؟ قالوا لا. قال إنه عبد يونس بن متى. قالوا الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة. قالوا الله ذا يوميا طوالي عمل صالح مرفوع ومقبول ودعوة مستجابة. قال نعم. قالوا يا ربنا ألا تشفع له أيام الرخاء والعمل الصالح فتنجه من البلاء؟ قال بلى. فأمر الحوت فلفظه إلى العراء. لذلك حفظ الله الأنبياء وحفظ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يحفظه لما بقيت هذه الكلمات كأنها قيلت اللحظة، حية نشطة قوية حارة جميلة متقنة محكمة مرتبة دالة على المعاني تقود إلى الدلالات. كل عبد جالس في هذه الخطبة والمتحدث يشعر أن الحديث بالرغم من أننا سمعناه كثيرا، لكن كل مرة تتفجر معاني وتظهر أسرار، ونشعر كأننا نسمعه لأول مرة، ونشعر أن معانيه ينبغي أن لا تفارقنا أبدا. حتى الأجيال القادمة سوف تستفيد من هذا الحديث.